السلام عليكم متابعين هدهد للطبخ. تعال نسوي أنا وياكم أطيب كريسبي دجاج. نبدأ بالمقادير ونقول بسم الله. نبدأ بالبداية بالبهارات، نضيف ملعقة طعام كل من زنجبيل وفلفل أبيض وبابريكا وثوم بودرة وكاري وظرفين من بهار الدجاج وملعقة صغيرة من الكركم والكزبرة. نخلط المكونات كل زين ونتركهم على صفحة. هسه نجي صدر الدجاج، نقطع شرائح خفيفة تكون بهذا السمك، ونحاول نضربها بالسكين بهذا الشكل. بيكون هذا السمك مالتها. هسه نحضر الصوص مالت التتبيلة مالتها، كوب حليب ونص فنجان من الخل الأبيض وفنجان من الزيت وملعقة طعام من البهارات اللي سويناها. نخلطهم كل زين. وهنا الدجاج غسلته وضفت عليه ملعقة طعام من الملح، وراح أضيف عليه التتبيلة أخلطه كل زين. وأغطيه وأتركه يتبل من 4 ساعات إلى يوم كامل. هنا عندي كاستين، الأولى مخلية بيها نص كيلو طحين أو كوبين ونص، وضفت عليهم ملعقتين طعام من النشا. والكاسة الثانية مخلية بيها كوبين من المي وضفت عليها بيضة واحدة. ظرف فانيلا نص أخليه على الطحين والنشا، والنص الثاني أضيفه على المي والبيضة. نخلط المواد كل زين. المقادير هاي مالتنا كلها من بهار وطحين والبيض هاي كلها لكيلو من صدر الدجاج. وهنا نضيف نص ملعقة طعام من البهارات على الطحين والنشا. وهسه نبدأ نشتغل ونقول بسم الله. ناخذ قطعة من الدجاج ونحاول ندعك عليها كل الزين بالطحين، بحيث نخلي الطحين يتغلغل بيها كلها على مود يتكون عندنا الحراشف، وننفضها كل الزين. بعدين راح أخليها بالمي والبيض، وهنا المي شوي يكون بارد، مو كلش بارد بس يعني شوي ببرودة، وارجع أرجعها بالطحين، ونفس الشي هم أضغط عليها بقوة وأنفضها على مود تتكون عندي هاي الحراشف. بهاي الأثناء أنا مخلية جدر على النار ومخلية بيه زيت حتى نبلش نقلي على نار متوسطة. نبدي نقلي ونخلي كمية مو هواية، على قد يعني تكون وحدة بصف وحدة، لا يكون وحدة فوق وحدة على مود لأنه إذا يعني صارت وحدة فوق وحدة هيصير ما يصير عندنا كريسبي. هنا طبعا هاي وصلت نص استوى شوفتكم إياها، وهنا كملت الكمية. وهنا أرجع أخلي وجبة ثانية ونفس الطريقة، وهنا أنا كملت عندي مثل ما تشوفون وحشيتها أني. وهاي دا أشوفكم إياها من الداخل مستوي وريحته كلش طيبة، ونفس مال المطاعم ما يفرق نهائيا عنها. وألف ألف عافية علينا وعليكم. مع السلامة.